اهلا بيكم. النهارده هوريكم الجزء الثاني من شغلي في ماسورة البلتكانة اللي اتبقت عندي حوالي نص متر. هعمل بيه حاجة بعيد خالص عن الستارة. وريتكم في فيديو قبل كده عملت ايه بالقمقم، هبقى اسيب اللينك بتاعه في صندوق الوصف. الحاجة التانية اللي انا عملتها بماسورة الستارة، انا محتاجة استخدم القمقم دلوقتي. هفرغ الغطا بتاعه من هنا، يعني هقطعه من هنا اهو، هو بلاستيك بمنشار مثلا زي كده، هقطعها من هنا علشان عايزة الجزء ده يكون مفتوح. فصلته عن بعضه، اركب القمقم تاني في الماسورة وعايزة اعمله قاعدة. هجيب قطعة خشب عندي زي دي تشيل العمود ده، علشان اثبتها عليه هفرغ جزء من هنا. انا كده جهزت قطعة الخشب، عملت تفريغ هنا عميق 3 مللي تقريبا، وعملت فتحة. محتاجة دلوقتي ان انا اغلف الخشب ده او هدهنه وارجع اوريكم. دهنت الخشبة اللون المناسب، هلزق عليها القمقم اللي انا فرغته في المكان اللي انا حددته هنا اهو بالظبط كده بمسدس الشمع. هظبطه على المكان تمام. بعد ما نشفت في القاعدة ومسكت كويس، هجيب الماسورة اثبتها برضو في القمقم او القاعدة دلوقتي برضو بمسدس شمع، بزود قوتها شوية. ثبتها في القاعدة كويس. بعد ما لزق العمود في القاعدة هجيب سلك الكهرباء علشان ابتدي انفذ الاباجورة. واضح خلاص انا بعمل ايه. هعدي السلك لغاية ما يخرج من اول الاباجورة فوق، ربط السلك من اتجاه الدواية. هجيب الحامل ده بيتباع عند بتوع النجف. هجيب الحامل ده وهركبه، ده الحامل اللي هيشيل الشابو بتاعت الاباجور. هوصله ادخله بس في الماسورة قبل ما اركب الدواية في المكان ده كده. هوصل الدواية هشبك السلك في الدواية وصلتها وربطت المسامير كويس. هثبت قاعدة الدواية مكانها وهقفل عليها. خلاص هي بقت مربوطة كده تمام. هسحب السلك عشان اخلي الدواية تبقى مقابلة الماسورة على طول، وهلزق الدواية في الماسورة
بعد ما نشفت هطلع الحامل عليها. يجي دور الشابو اللي انا هعمله. انا عندي جردل بتاع، المفروض ان هو باسكت بتاع اوضه اطفال او كده، فانا هاخده اعمله هو الشابو بتاعت الاباجوره. ايه، هعمل فتحه للماسوره او للاباجوره في النص، ومكان للثلاث اسلاك بتوع الحامل. عملت الفتحه اللي هدخل منها الدوايه على الشابو، والثلاث سلكات في مكانهم اللي انا فتحته. ومن الناحيه التانيه الحامل له 3 مسامير ليهم رباط، ليهم وردة صغيرة كده بتتربط عليهم. هحاول اربطها. ربطت ال3 مسامير. هقفل على الدواية بالاستيكة بتاعتها العادية. دي هتخلي الدواية تثبت والشابو كمان تثبت. خلاص خلصتها كده وركبت الشابو. باقي اركب اللمبة واوصلها بالكهرباء، لكن هعمل شوية فينيشنج كده عليها صغير، زي مثلا اني اجيب الفازة اللي انا عملتها المرة اللي فاتت في الفيديو اللي فات، برضو من ام الستار. هعمل لها ايه، هحطها جنبها هنا، وفي نفس الوقت هربط ما بينهم الاتنين، هلزقها جنبها في نفس القاعدة، وهربط ما بينهم بفوم اخضر في القاعدة كمان في نفس المكان هنا اهو، عشان يبقوا الاتنين شكل بعض، هلزقه في نفس المكان ده.